مش حلو. دي امي عادي. هنعمل وهمي برجر في البيت. بقالي فترة كتيرة جدا بسمع ريفيوز مش ألطف حاجة عن المطعم ده. فما بصراحة أنا مجربتوش ومش طالعة أقول رأيي فيه، لأني أنا طول ما الحاجة ما جربتهاش ما ينفعش أقول رأيي فيها. ولكن أنا حاسة إن هو يعني ساندوتش برجر عادي يا جماعة، يعني اللي الضجة اللي معمولة عليه دي برضو مش هقول رأيي. يمكن في طعم مميز ومختلف، ولكن انا دورت وعرفت البرجر بتاعهم بيتميز بايه. بيتميز بطعم التدخين اللي فيه، دي اول حاجة. تاني حاجة مع الكورن او الذرة المشوية تقريبا اللي بيقدموها مع الفرايز او البطاطس. ما نعمل ده في البيت وما نستناش 3 ساعات على بال ما الاوردر يجي، ولا نروح نقف في طابور ولا اي حاجة من دي، ونتجنب ان الاكل يجينا محروق. وطالما هو حاجة سهلة ونقدر ان احنا نعملها في البيت، ما نعملها في البيت. فربنا يستر. انا خدت الخطوة دي مش عارفة ازاي والساعة دلوقتي 6 وانا مأخراهم على الغدا، عشان انا اتجننت في دماغي وقلت لهم انا هعمله لكم. فمن غير رغي كتير عشان ما ياكلونيش. وهم حاليا بيدوروا لي على الذرة، عشان انا نزلت وما لقيتش حد بيبيع ذرة خالص دلوقتي، مش عارفة انقرضوا ولا ايه. فانا بعت حد يدور لي عليها. لو ما لقاهاش فهنستغنى عن الكورن وهنتجه للبطاطس المحمرة بتاعتنا فقط. يلا بينا. بصوا، انا هنا يعتبر حضرت كل حاجة، ناقص بس البطاطس والخيار على النار. واول لما خلاص يبدأوا ان هما يستوي هبدأ ان انا اجهز البرجر، يعني اسويه. العيش بقى او الفينو او ايا كان ممكن تحمصوه على النار، بيفرق طبعا في الطعم، يعني مش قوي بصراحة بس يدي. عارفين الحرمشة والقرمشة؟ هو بيعمل كده. ومستنيين بقى البطاطس تجهز علشان نعمل البرجر. البطاطس جاهزة. بصوا، هو ده اللي انا قصدي عليه، الزجزاج ده بالفرايز. علشان البطاطس تطلع مقرمشة وزي المجمدة بالظبط، او زي اللي بناكلها من المطاعم. اعملوا الهجدي، اقلوها مرة بس مش قلية كاملة، يعني سيبوها لحد ما تقرب انها خلاص تستوي. بتبقى بيضة برضو، وشيلوها خلوها تبرد خالص، وبعدين ارجعوا اقلوها تاني. بتخليها مقرمشة. سكر، اي حاجة عندنا هنحط فيها مية، وهنحط فيها توم، وهنحط فيها ليمون وملح، وهنسيبها على النار لحد ما لون الخيار يستوي. ممكن تقطعوه بالنص علشان يستوي بسرعة، والثوم والخل او الليمون يعني والملح يدخل جواه ويبقى خيار مخلل، ودي اسرع طريقة تخليل موجودة يعني. بصوا، انا خلصت زي ما قلت لكم وحضرت الحاجة، ناقص بس ان انا هسوي البرجر نفسه. بصوا، زي ما قلت لكم انا مش هعرف احشيه لان هو جاي جاهز، هو جاهز زي ما انتم شايفين كده، فانا مش هعرف احشي الجبنه زي ما بيعملوا بره، ولكن هنحط عليه الجبنه زي ما انا. فاول حاجه دلوقتي هعملها هو اني هعمله على طاسه فيها نقطتين زيت وبس كده. هسخن الطاسه كويس جدا الاول، وبعدين هنزل بالقطعه البرجر. انا هعمل واحدة بس دلوقتي اشوف بس هتلزق ولا ايه النظام. متكتفيناش بقى هنسيبها شوية. بصوا، انا هسيبها وهوطي عليها علشان تستوي بقى، علشان هي ما شاء الله يعني كبيرة، قطعة اللحمة كبيرة،
علشان تاخد سواها مظبوط ومفيش حاجة تطلع فيها نية او كده. بصوا الخيار هنا كان خلاص جاهز. هبدأ بقى ان انا اقطعه. انا هو سخن جدا بس انا هحاول. ده الثوم متخافوش، يعني انتوا يعني المفروض تسيبوه يعني يهدى شوية، بس عشان احنا مستعجلين جدا وهم جعانين جدا، يعني رأفة بيهم. بصوا فلفل هقطعه وهحطه كمان في الساندوتش بدل الهالوبينو، هو شبهه يعني، ما يقولش لا. قلت لكم اي حاجه ملهاش بديل احنا اللي بنوجد لها البديل. هقطعه بقى برضو يعني شرايح كده. البطاطس خلاص جاهزه اهي، نرش عليها بقى تبيض البطاطس. ممكن نعملها فلفل عادي او ملح بس يعني مش لازم تبيض البطاطس. بصوا هي خلاص قربت تستوي، فهحط عليها الجبنه زي ما انتم شايفين كده. احط عليها الجبنه بقى واغطيها لحد ما الجبنه تسيح وهشيلها. شوية بس بصوا بقى، بصوا الحل والله مش احلى من البراندات والكلام مش عارفه ايه ووهمي اللي طالع. طبعا يا قلبي هتعملي حاجه وحشه يا قلبي. لا لا لا، انتوا بجد يعني مش متخيلين المنظر من هنا عامل ازاي. تحفه. وبس كده، احنا كنا عايزين ندوق قدام الكاميرا. طيب يلا قومي. بصوا بقى، لازم نتست قدام ماما. تدوق انت يا ماما؟ لا لا انت، انا ما ببانش قدام الكاميرا. خلف الكواليس. لا بجد. أطمة. طيب أطمة. ما تحبش تدوقي قدام الكاميرا؟ اللي بيدوق قدام الكاميرا بس. لا رهيب رهيب. انا خلاص كده انا مش قادره وانا عماله اكل في البطاطس. خلاص انا خلاص كده هروح بقى ناكل عشان ماما خلاص
هيقتلوني. واشوفكم في فيديو جديد.